هلا حبايبي الحلوين، هاليوم راح اسوي طرشي. طبعا بنتي منتظره بس تريد اسوي الطرشي مالتي. انا اسوي اليوم عندي هذا اللهانه محضره، وهذا القرنابيط، وطبعا عندي الخيار بغسلته وشويه مقشره ثوم وياهم، وعندي الادوات الكاري، وهذا كاري مال طرشي يعني حاضر اني اشتريه. وهذا عندي الثوم، ثوم العجم نقعته، تقريبا نقعته يمكن فد 5 ساعات بمي دافي، طبعا غسلته ونقعته بالمي. وهاي عندي شويه صبغ لوزينه اخليها من بيها، يعني هاي اللون الاصفر. وعندي شويه من الكرفس اخلي، وهاي الخل، وبعدين اخلي مي، وشويه راح اخلي طبعا من هذا الدبس، لان مثلا عندي عصير التفاح، انا على طول اخلي شوي عصير تفاح بيه، بس راح اجرب الدبس مال تمر. راح اخلي الملح هالشكل كله، اخلي عليهم شوي ملح، واخلي عليهم كاري. طبعا هاي كاري تريدون، يعني كاري هذا هو الحقيقة يعني مخلوط كاري هندي وكاري يعني عادي. وهذا شوي كاري من الطرشي. شوفوا حقيقة أنا ما عندي مقادير، يعني تعذروني هالشكل، بس أخلي على النظر. وشوية من هاي صبغ الوزينة، وبعدين كلهم اخلطهم سوا. ما تحب الخاشوقة لازم بالبيتي. وبعدين اخليهم شوية يشكل بالكاري يعني هذه وبالملح، اعوفهم فد ساعة، وبعدين اخليهم ويا الخلط. وهسه طبعا راح ابدي اخليهم بالسطله هاي مالتي، طبعا نظيفه غسلتها ونشفتها. اخلي الخيار، واخلي اللهانه، قرنابيط، واخلي من الثوم، هذا ثوم العجم اللي احنا نسميه، وشويه من هذا الثوم. وعندي هنا مي اني مفورته، طبعا مي دافي هو، راح اخلي نص هذا المقدار مالتي، نص المي ونص. طبعا هذا على طريقة شيف عامر قال لي فوري الماي واحسن صدق تقتل كل البكتيريا. وهذا نص خل اني اخليه، يعني كمية نص القلاص هذا الكبير، نص مي ونص خل. وهمينا اخلي بعد ملح، حقيقة يعني همينا اقول لكم ما اعرف ايش قد، بس هيجي يعني تخمين يمكن خاشوقتين ونص. وشوية من هذا الدبس راح اخليه، بس على مود الحلا يقطع يعني الحموضة مال الخل، لا يصير كلش حامض. وهاي راح اكررها العملية، يعني راح اكرر هاي العملية الى ان اخلي امليها يعني سطلة، واخلي شوية همينة من الكاري، شوية من هذا الكرفس، واكررها همينة اخليها الشكل اللهانة والقرنابيط، شوية من الخيار، والى ان طبعا يمتلي. واخلي همينه بعد ماي، وهمينه اخلي نص الخل طبعا لما امليها يعني. وطبعا هسه هاي مليتها كلها، وخليت 3 من هذولي اتصور، يعني تقريبا من هذولي 3، بس اخير كوب ما خليت بيه ملح، قلت على مود شويه ضقته، قلت على مود لا يكون يصير مالح شويه، كان مالح يعني زايد، فخليته بلا ملح.
فتعرفون احبائي يعني ما عندي يعني وصفه يعني شلون معينه للترشي، انا اسوي هالشكل واذوقه وشلون ما يجي بايدي يعني، وانا اشوفه على النظر وعلى الطعم. مرات اذوقه اذا مالح زايد ما اخلي بيه ملح مثلا هوايه، او ازيد شويه الماي، ازيد الخل، انقص هالشكل يعني. وعادي وهسه من اغطيه بعدين واقبضه وهو تقريبا يصير فد اسبوعين ويصير. وهي وهسه راح ابدي بهاي الثانيه نفس الشيء. اشوفكم، احبكم، باي باي.